حسيت من جسمي روحي مشت من مشيت ما حسيت بيا أبد ما حسيت من جسمي روحي مشت من مشيت درت الدنيا بي للي ما يسوى احتاجي كان يتمناني نزلت راسي وبجيت درت الدنيا بيا للي ما يسوى احتاجي. الكوت اف ام موجة واسطية. واحة الأدب. برنامج ثقافي أدبي يعنى بالنشاطات الثقافية ويلتقي قامات واسط الأدبية. واحة الأدب، إعداد وتقديم حسين جنكير. يا مدينتي الوديعة، في الصباحات البهية الندى بلل أطراف سعفات نخلاتك، في المساء تنير نجماتك ساطعة، في فضاء الخريطة أراك بكل الهيبة. يا مدينتي، سأشتر حزني طويلا محدقا في أرجاء الساحة، هنا بدت ألوانك قاحلة دون لون، ومثل حمامة ضيعت السرب أراك حزينة تلوذين كل نهار بالسراب، باهتة في الشأن. هنا شوارع طافحة بالبلاهة ودون أحلام، تنام وتستيقظ كالفريضة. هنا مولاة فارهة ونسوة شرهات للتبضع، هنا عيادات طب بيض ودون عد، هنا صيدليات أنيقة بالزبائن عامرة، هنا نهري يتضاءل شارع الشط بلا رائحة كالبتوس، غزته مقاهي النرجيلة، هنا المصير لا معنى له من الإعراب ولا أحد يقرأ الشعر. يا مدينتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج واحة الأدب. ضيفنا لهذه الحلقة شاعر يحمل في جعبته الكثير من القصائد وألوان الفن والغرب أيضا. كعادتنا كل حلقة أنه نعرف بالضيف بعد الفاصل، ولكن ضيفنا اليوم بدأ بقصدكم به مباشرة، هو الشاعر نجم خطاوي. الشاعر نجم خطاوي، أهلا وسهلا بك في برنامج واحة الأدب. أهلا وسهلا ومرحبا العزيز الأستاذ الأديب حسين جنكير، ومع جزيل الشكر والاعتزاز بما تقدمه وما تقدمه هذه الإذاعة من جهد في إعلاء الشأن الثقافي في مدينة الكوت وفي واسط وفي العراق عموما. شكرا لك وشكرا لحضورك طبعا. أستاذ نجم خطاوي، كعادتنا في كل حلقة وهي من سياسة البرنامج أن نعرف الشاعر أو الضيف أو الأديب، كان يعني قاص أو ناقد، نعرفه بالجمهور. فمن هو الشاعر نجم خطاوي؟ شكرا جزيلا. أنا كما يقولون أو كما أفترض كوتي قديم أو معتق، أو كوتاوي معتق أو أصيل. أنا ابن هذه المدينة. نعم. اسمي نجم عبد محمد علي خطاوي، وعرفت باسم نجم خطاوي من مواليد مدينة الكوت، وبالتحديد منطقة الشرقية محلة سيد نور. اهتممت مبكرا بالشعر والثقافة في مدينة الكوت،
في منتصف سبعينات القرن الماضي، والبدايات كانت مع الشعر الشعبي، نعم. ومن ثم بعض الكتابات في القصة وبعض النشر هنا وهناك. تركت وطني مضطرا عام 1979 بسبب الظروف السياسية في ذلك الوقت. درست الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل أعوام بين 1976 و 1978. نعم. وأيضا درست في جامعة كار للاقتصاد في براغ عاصمة جمهورية تشيكوسلوفاكيا بين عامي 80 82، وفي جامعة الثقافة في مينسك عاصمة جمهورية روسيا البيضاء بين عامي 90 و 92. انضممت لصفوف حركة الأنصار الشيوعيين العراقيين في كردستان العراق خريف عام 1982، وبعد 7 سنوات وبسبب حملات الإبادة الجماعية الأنفال اضطررت في خريف 1989 لمغادرة منطقة كردستان العراق. عشت في سوريا وبالتحديد في حلب لمدة عام. منذ عام 1992 أعيش في السويد، وقد قدمت إليها لاجئا، عضو في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو في اتحاد الكتاب السويديين في السويد، وعضو في اتحاد الكتاب العراقيين في السويد. صدرت لي 6 مجموعات شعرية، هي وداعا للسفوح عام 1993، تحت السماء السويدية في عام 96، تحليق فوق الثلج عام 2006، نصوص الحكمة 2014 من إصدارات وزارة الثقافة في العراق، وأيضا مجموعة فصول ونصوص 2017، ونصوص ستوكهولم 2021 وهي من إصدارات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. بعد زوال النظام في 2003 عدت لوطني وأهلي ومدينة الكوت بعد فراق دام مدة 24 عاما. أكتب وأنشر في الشعر وفي مواضيع الثقافة والفكر والسياسة، ولي مساهمات في النشاط المدني والإعلامي المستمعين نذهب في فاصل. أحسن. عدنا وإياكم محبة المستمعين وضيفنا العزيز الذي يحمل من الجمال والورد ما يحمل، ونبدأ وإياك أستاذ نجم. طبعا شرفتنا مرة أخرى. أنت عشت في أكثر من أنت عشت في أكثر من مكان، تتنقل ما بين هنا وهناك، ولم يكن تنقلك يعني تنقلا هادئا، بل كان مليئا بالأحداث ومليئا بالأمور التي رافقتك طبعا. فهل أثر هذا الطابع الهجرة والتنقل وما واجهته يعني أثر في كتابة النصوص لديك يعني؟ نعم، يقولون رب ضارة نافعة. نعم. وأنا أوصل حلاوة العيش فيها ورغد العيش والظروف المكتملة، هي تبعث الألم وتبعث الحزن وتبعث الحنين. أنا تركت وطني ومدينتي وأهلي مرغما، ولم أكن قد اخترت هذا المصير. أنقل بين بلدان مختلفة، وقد شاءت الصدف أن أتنقل بين بلدان مختلفة. المكان الأول كان مدينة براغ التشيكية، وهي مدينة هائلة بالثقافة والعلوم والجمال وكل مستلزمات العيش الرغيد، وقد درست فيها الاقتصاد، ولكني تركت الدراسة وبطواعية شخصية للالتحاق بصفوف الأنصار في منطقة كردستان العراق. وأيضا عشت لفترة من الزمن في سوريا، وكل ما تمثل دمشق وحلب من مكان ومرتع للنشاطات الثقافية والأدبية.
وأيضا عشت في الاتحاد السوفيتي قبل 1991، وبالذات في مدينة مينسك عاصمة جمهورية روسيا البيضاء. فهل أثر هذا التنقل وهذا السفر وهاي الأمور أثرت في كتابة في نصك؟ يعني لها أثر، تغير طابع نصك عندما كنت في العراق وعندما هاجرت يعني؟ نعم. هل هناك تغيير يعني؟ نعم، البدايات كانت ليست كبيرة في العراق، بدايات يعني الكتابة والنشر وغيرها، ولكن مع مرور الزمن بدأ اهتمامي بالثقافة والأدب يعني يتوسع، وقد منحتني فرصة الاطلاع على هذه اللغات، يعني اللغة التشيكية ومن ثم اللغة الروسية، وأيضا تعلمت في جبال كردستان اللغة الكردية، واطلاعي على الثقافات المختلفة لهذه اللغات يعني ساعدني، وأيضا على تجارب الشعراء والأدباء والمثقفين من هذه الأوطان. حتى يعني أحيانا يقول لي بعض الأصدقاء والذين اطلعوا ويطلعوا على نتاجاتي الأدبية بأني متأثر بما يسمى يعني الشعر الأوروبي، أو بهالمعنى يعني شعر الصورة أو فكرة الصورة وغيرها. نعم. نعم، شكرا جزيلا. الحديقة التي خذلت ياسمينك، ما قصة هذه الحديقة؟ ويا ريت لو تقرأها قصيدة أيضا يعني. يمكن لكل منا تجارب في العشق وفي تجارب العيش ومرارة المعاناة والظروف التي تخلفها. نصا أسميته افتراض. نعم. أقول فيه: الحديقة التي خذلت ألق ياسميني واختارت نبتات الصبير، سأحرم روحي من شم عبيرها. الشجرة التي صلبتني تفيأ جسدي ظلالها ثانية. جميل. البحر ذاته شبق أحلامي الصغيرة، البحر الذي تركني وحيدا في العاصفة، لن تخلده نصوصي ثانية. الكراسي التي أنكرت صداقاتي وصارت أريكة للغرباء، الكراسي التي صارت كالمسامير سأرميها لمتحف الخردة. الطريق التي أظلتني في ساعة نحس والتي أوصلتني صوب زقوم الجحيم، لن تطأها قدمي ثانية. جميل جميل، نص جميل حقيقة. تسلم. لديك عمق في المعنى كبير جدا، وهذا هو أيضا رغم سلاسة النص وينتمي إلى السهل الممتنع، وهو هذا من نمط الشاعر المتفوق طبعا، ولكن فيه معنى عميق. شكرا لك وشكرا لقراءتك القصيدة. جزيل الشكر. الأستاذ نجم خطاوي، لم حسب ما ظروفك أنك لم تستقر في مكان عمرا طويلا، إذا رغم كل هذا اللي واجهته، أم في كل مكان كان لديك مثلا طقوس معينة واجهتها وعشتها يعني في كتابة القصيدة أقصد يعني؟ نعم. أنا كنت أود أن أتحدث معك. نعم. وربما أنت قد هيأت لذلك. نعم. ولكني أعذرني بأن أسبقك. نعم. بأن لي اهتمامات في التصوير الفوتوغرافي. نعم، هناك سؤال لهذا الأمر. نعم، نعود عليه إن شاء الله. ومن هذا الموضوع أود الدخول بأني أعتبر النص أو الصورة أو اللحظة أو الألم أو الموضوع اللي يثير عندي، أعتبره بداية نخزي بمسماره، يعني بداية الوجع. ومع اللحظات، مع تراكم الزمن، يتراكم نوع من الخزين الداخلي الروحي، ويمكن للحظة معينة أن تفجر لحظة الكتابة. فلحظة الكتابة هي لحظة زمنية، نوع من المعاناة، نوع من اللحظات. فأنا ليس لي يعني طقس دولة معينة في غابة أو في حديقة أو في شارع يمكن يدفعني نوع من الهاجس ونوع من الألم لأخط ما في ذهني أو في بالي من نص أو من حروف. إذا أستاذ نجم، يعني أنت تركت القصيدة أن تولد وحدها. نعم. شكرا لك أستاذ نجم. نود أن أسألك سؤال يعني ربما هو
سيحرك الذاكرة أو سيفتش عن خفاياها أو خباياها. ما هي أقرب قصيدة إليك كتبتها في الغربة؟ هي أقرب قصيدة تكون لك يعني. في الغربة، أو أنا أسميها أحيانا المنافي أو البلدان البعيدة عن الوطن، كتبت نصوصا كثيرة يعني مختلفة، تعبر عن الوجع، تعبر عن الألم. ليس لدي نص محدد يعني أشير إليه، بس عندي نصوص يعني كاتبها تعبر عن ألمي، تعبر عن حزني، تعبر عن اشتياقي. فماذا ستختار لأقرب قصيدة يعني نعتبرها؟ أنت تقول يعني كل القصائد هي قريبة لك، ولكن ستختار من الأقرب طبعا. نعم. أستاذ نجم، نذهب في فاصل كي تبحث عن القصيدة كما ممكن. أحبة المستمعين، فاصل ونعود. عزيز الروح أول وآخر أحبابي سنين وياك متغرب، ناسي أهلي وأصحابي خليتك عزيز الروح أول وآخر أحبابي لكن أنت ما تعرف قدر نفسك، حياتك دنيا مهجورة ومضيعة صدى عدنا وإياكم أحبتي المستمعين وإلى قصيدة الشاعر نجم خطاوي. اخترت لك نصا كتبته لمدينة ستوكهولم، نعم، والتي أعشقها وأعتبرها مدينتي الثانية، فقد عشت فيها ردحا من الزمن، ولكني كتبت هذا النص في لحظات وجع، وحيدا ودون ضجيج وبلا مراسيم. في يوم ما سأهجر هذه المدينة، جميل. سأعد تفاصيل خطواتي وطلاسم دروب القادمات، سأمضي مع فنارات الريح متاعي، قميص قلبي وخيباتي المعتقة. جميل. في يوم ما سيحين قراري حازما حقيبتي القديمة، وبقايا كتبي ملوحا بالوداع لناس المدينة، لغاباتها العظيمة، لنوارس بحرها ونواقيس كنائسها. في يوم ما سأعيد للبحر مفاتيح معارة وكومة نصوص بليغة وذكريات صارت لا تشبهني. ليس لي وداع خير وقبلات حارة، ليست لي وصايا كثيرة ولا دموع أثيرة، ثقيلة صارت قدماي والعاصفة لم تعد عاصفة. علي أن أعترف الآن بسراب قافلتي وانطفاء وهج نجماتي، لم أعد قادرا لاصطناع بهجة غادرتني. في يوم ما ستحملني جنوبا نفس الموجات التي أوصلتني يوما صوب القطب. أحسن، قصيدة جميلة جدا، شكرا جزيلا لك. وهناك تعليق في صفحة الإذاعة في الفيسبوك للشاعر سعد الواسطي،
يقول فيها: محبتي لصديقي العزيز الشاعر الجميل نجم خطاوي. تحياتنا لك الشاعر الرائع سعد الواسطي. الأستاذ نجم خطاوي، شكرا للزميل الصديق سعد الواسطي. شكرا جزيلا. لديك كتاب حقيقة هناك حديث عنه في الشارع حقيقة وفي الوسط الثقافي. هناك يتحدثون عن كتاب نجم خطاوي نخلة في قرچوغ أو قرچوغ يعني. فتحدثنا عن هذا الكتاب وعن لفظ اسمه، شي يسميه قرچوغ شي يسميه قرچوغ، يعني تحدثنا عن الكتاب. هو نخلة في قرچوغ. نعم. قرچوغ المعني هو جبل قرچوغ. نعم. وقرچوغ أعتقد يعني تعني حسب ما أعرف يعني الجبل الأسود أو الجبل الكثيف أو بهالمعنى. وهاي المنطقة أنا عشت فيها زمن عندما كنت نصيرا في صفوف الأنصار في كردستان العراق. أقصد بالموضوع أو ربما يعني أفترض هذا بأنه أبناء مناطق الجنوب والوسط والفرات والعرب من هذه المناطق ساهموا بشكل فعال ومباشر في هذه الحركة التي جابت العسف والظلم في ذلك الوقت. فقرچوغ هو لا تنبت فيه النخلات وليس مكانا مخضرا للنخيل، يعني مكان هو مهجور النخلات. فالنخلة ربما أنا ربما أصدقائي ورفاقي الذين شاركوني في هذه السنوات من الكفاح والنضال. والكتاب يحوي أكثر من 40 عنوانا يؤرخ لتاريخ الكفاح والنضال والتضحيات. فيه العديد من صور التضحيات البطولية لشهداء ومناضلين ضحوا في ظروف يعني صعبة وقاسية، ويؤرخ لبعض معاناتي وعيشي في المدن والبلدان المختلفة. فنخلة في قرچوغ يؤرخ لهذا التاريخ، وفيه أيضا شهادات ووقائع من مدينة الكوت ومن أبطال ومناضلي مدينة الكوت، ويؤرخ لهذه المدينة بحدود معينة ولتاريخها المجيد. أحسن، شكرا لك. الأستاذ نجم خطاوي، حقيقة قرأت سيرتك الذاتية وقرأت مؤلفاتك أيضا وعناوينها أيضا شدتني، ولكن في سيرتك الذاتية تقول أنه ما معناه كلما ضاق صدرك أو سئمت من شيء معين في الحياة تذهب إلى الشعر. وتقول أيضا عبارة لا أريد أن أكملها، أنه أيضا يخونك الشعر عندما تأتي إليه، ربما تذهب من الشعر إلى السرد، ولكن كلما يضيق صدرك أنت تقول تذهب إلى الشعر. ويعني احكي لنا عن هذه الحالة أستاذ نجم. نعم يا صديقي العزيز، أنا أحببت الشعر وتعلقت به في سن مبكرة، وما استهواني في هذا الموضوع منذ كنت طفلا كنت أسمع نواعي عمتي في البيت ويتهز مهد أخواني، وأيضا والدتي التي كانت تتقن دقل الشعر ونقل بعض الأبيات الشعرية من أبيها والدها وهو جدي لأمي، وكان يهتم بالشعر ونظم الشعر وكتابة الشعر، وكان قد غادر مبكرا مدينة الكوت بعد ظروف الحرب العالمية الأولى والتجأ لمدينة الموصل وكون عائلة هناك. المهم هذا الموضوع يعني يطول، ولكنه كان مهتما بالشعر، وهذا أثر علي بحدود معينة، وبدأت طالبا في المتوسطة وبمساعدة معلمي أو أستاذي في اللغة العربية القدير عبد الله القصاب. فالشعر يعني هو رغم ممارستي للعديد من النشاطات الإعلامية والصحفية والأدبية والكتابة السردية، ولكن الموضوع بالنسبة للشعر لا يقبل المراوغة إذا جاز القول. يعني الشعر يحتاج أن تكون وفيا دائما له وتعطي كل وقتك ومجالك له، وهذا يصعب أحيانا على الإنسان خصوصا عندما يعيش في ظروف مختلفة. يعني أنت كلما يضيق بك الوقت يعني تذهب إلى الشعر لتترجم آلامك، يعني هذا الحالة عندك أستاذ؟ نعم. وبعد كتابة كل نص أشعر بنوع من الانشراح والراحة، وأحيانا حتى
يصعب علي الرجوع للنصوص، وكأنها تذكرني بماض أصبح ماض لا أريد أن أعود له. جميل، جميل جدا. نعم. أحبتي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. شكرا، أحسنت. تعدي تعدي رنام تعدي 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 رنام تعدي رنام قرشته بلا خادي مزبديني قد خير نادي يا سريم خدنا إذاري ويو يو 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 قدري كت يا سريم خدنا إذاري. عدنا وإياكم أحبتي مجددا بأجنحة الشعر إلى فضاء نجم خطاوي، الشاعر الغريد، الشاعر الذي حمل في قلبه آلام كثيرة وترجمها لنا قصائد. وهناك سؤال أستاذ نجم. نعم. هناك جدار حال بين كنت في كل مرة أريد التعبير عن خلجات روحي بالتضاد من العسف وبالضد من كل ما يكبل الناس وينغص العيش. نعم. أذكر مرة من المرات يعني كتبت نصا باسم الجنرال، أقول فيه أرحب جنرالا معين يعني في بلدي أو في ربما يشمل كل نعم ظالم. نعم. فهذا الجدار أيضا كتبت نصا أسميته جدار. نعم. وبالتحديد كتبت هذا النص تزامنا مع انتفاضة تشرين ومع نعم. المنتفضين. جميل. وكانت كل روحي ومشاعري مع المنتفضين، ومنذ اللحظات الأولى يعني لانطلاق الانتفاضة وجدت فيها الحق والعدالة، ويمكن أن تكون يعني علامات صحو لهذا الوطن العظيم العراق. فأقول في جدار: مهترية عفنة طابقات جدار السلطة، جميل. أراها تتساقط تباعا وسط هياج البركان. في الجهة الأخرى يقف البناؤون الفتية، جميل. سواعد جبارة، إرادة خارقة، جدار شعبي سيعلو قريبا، جدار لوطن آخر لا يشبه الغابر، لوطن طافح بالفخر، أليف كحزمة شمس، جميل كقداح الحدائق. من جورهم لا تئن، لا تصيح من جرحاك، واثبت على رايتك، شعب ووطن وياك. يمكن يطول الزمن يوم وشهر وسنين، بس بالنهاية الظفر للوطن والطيبين. أحسن، قصيدة جميلة جدا حقيقة. أنا أركز على شيء لديك أستاذ نجم، أنه لديك عمق في المعنى ورسائلك عميقة جدا طبعا رغم وضوحها، ولكنه تشير إلى أبعد ما تقصد أنت طبعا، أو أبعد ما تقوله. نعم. جزيل الشكر أستاذ حسين. أستاذ نجم، أنت ما واجهته في حياتك إنما هو كان قربانا للعراق. فالعراق هذا الوطن الذي أنا أقول منه ابتدت الأرض، ومنه ابتدأ الجمال، ومنه ابتدأ وتعلم الناس من أرضه الكتابة، والعراق هو له ما له. فما هو العراق لديك؟ إذا سمحت لي، نعم، سأقرأ لك نصا شعبيا. لا بأس. لا بأس. نعم.
أقول يمكن أصور نفسي أنا يعني كأحد أبناء هذا الوطن. نعم. أقول أنا البلبل، أنا حزن قلبي غنى، ألحاني سلام كل يوم وسنة، أنا الواني قزح أغني للفرح، بشفافي صدح موال الهنا، أنا البلبل أنا حزن قلبي غنى، أنا الدوم يجود خلان الورود، جملت الوطنة، أنا الود عالمة والبيت السما، وسيعة وباسمة السعد ديدنا، أنا البلبل لنا، أنا بعالي الشجر أدندن للمطر، أنغام وشعر وأحلام ومنى، أنا القلب صفاء عذب ما رواء، أنا الطبع نقاء لحن السلطنة، أنا البلبل أنا جناحاتي سلام، أغاني للوئام مواويلي كلام، غصني منحنى ما هم غافي عالغصن طيوف ملونة، أنا البلبل أنا حزن قلبي غنى. أحسن قصيدة جميلة جدا. الجلال والجمال والسناء والبهاء، موطني سالما منعما، هذا الكلام بالنشيد أكبر كذب ومسالما، يا موطني ووضعك صعب، الكلام مسالما يا موطني ووضعك صعب، ولا فد يوم شفتك يا وطن في علاك، غيمة سودة يا وطن. مرة أخرى نعود إليكم أحبتي المستمعين وإلى الشاعر نجم خطاوي. الأستاذ نجم خطاوي، نعم، هاجرت وكما ذكرنا وقبل أن أسألك هذا السؤال المهم، هناك تعليقات في صفحة الإذاعة في الفيسبوك للأخ إبراهيم الدليمي، يقول بالتوفيق لإذاعتكم المحترمة وموفقين بإذن الله. والأديب حميد الجغيدي الشمري يقول دمت بألق تحياتي. تحياتنا لكل من علق من أستاذ حميد وأستاذ إبراهيم. ونعود إلى الشاعر الضيف الجميل الأستاذ نجم خطاوي. أنت لا تكتب عن المناسبة، كتبت بشكل عفوي عن كل ما تراه، عن كل ما تواجهه، وهذا ما لمسته وهذا ما تقوله أنت أيضا أستاذ نجم. نعم. ولكن كرجل شاعر وثائر، إذن هو عاشق، يعني طبيعتك أنت عاشق لأرضك لوطنك. المرأة، ماذا كتبت عن المرأة؟ نعم. كتبت نصوصا كثيرة للمرأة الحبيبة والمرأة العاشقة ولأمي ولأهلي ولابنتي. سأقرأ لك نصا صغيرا لابنتي ليلك. تحياتنا. نعم. الله يحفظها إن شاء الله. الله يحفظكم. أقول فيه نهاية، وأصور اللحظة وكأني أدندن لها وأقرأ لها من أجل أن تغفو عيناها قبل النوم. قالت تهويدة، يعني عفوا تهويدة. نعم. تفضل. قالت تصبح على خير يا بابا، وغفت فوق طرف الوسادة كالقمر، حاضنة لعبتها أميرتها الصغيرة، مطبقة جفنيها كجناحي الفراشة. تمهلي صغيرتي الجميلة، لا حكاية لم تكتمل، ثانية ستهبط الأميرة للأرض، الساحرة العجوز خمدت نيران طلاسمها، والغابة عادت الضوء سيقدم تحمله الريح، الضوء سيقدم تحمله الغيم كالريح،
ليغمر بالنور بستان الناس الوردي. جميل، جميل جدا. وتحياتنا إلى ابنتك العزيزة ليلك، وإن شاء الله تعالى تتابع البرنامج إن لم يكن الآن بعد قليل. وهناك أيضا تعليقات في صفحة الفيسبوك لإذاعة الكوت FM. لحن الغروب تقول السلام عليكم، ونقول لها وعليكم السلام. والأستاذ بدر الدريعي تحية وإكرام لشاعرنا وأستاذنا القدير، وجهد مبارك لهذه الإذاعة والصرح الواسطي الثقافي جميل. شكرا لك أستاذ بدر الدريعي المحترم. تحية وسلام لجميع الأصدقاء وسلامي لكم جميعا. أحسنت أستاذ نجم، أنت لديك، أنت صفتك كشاعر، يعني هل العمل السياسي والإعلام أيضا والصحفي أيضا أنت خضت هذا المضمار، فهل هذا أيضا له يدخل في عالم الشعر ويؤثر فيه، يجره إلى منعطف معين يعني؟ نعم، هذا الموضوع شغل بالي لفترات طويلة يعني. نعم. ولكني في كل مرة كنت أقتنص أو أتحاز أو أبعد لحظات اهتماماتي الأدبية من التأثير المباشر لموضوع الإعلام والصحافة والنشاطات السياسية والمدنية. وأيضا كانت لي محاولات كثيرة للاستفادة من هذا الموضوع بتوظيفه، ليس بالشكل المباشر وإنما توظيفه كهم روحي. فأنا يعني حتى تماثلي مع السياسة أو تبني لفكر لفكر يعني إنساني وفكر ثوري، هو يدفع بي بحدود معينة إلى تلمس معاناة الناس وإلى تلمس الضيم والجور اللي تعاني منه وإبداعي أحيانا في الناس أو في السرد أو في الموضوع. نعم أستاذ نجم. وأيضا هناك نحب أن نتعرف عليك ونتعرف ولو أنت كما أنت تجربة شعرية وكما أنت تجربة سياسية وتجربة ثورية، أيضا هناك نحب أن الآن نسألك سؤال لنستفد منك كتجربة غربة. فما هو الموقف الذي ظل عالقا في ذهنك؟ يعني إذا كنت ما تحب تجاوب على السؤال لا بأس، يعني ننتقل إلى سؤال آخر. يعني موقف ظل عالقا في ذهنك بحيث أنت كتبت عنه قصيدة وأحببت أن هذا الموقف أن يعرفه الجميع، إن شاء الله يعني الحدث هذا أن يسمع الكل. فما هو الموقف الذي ظل عالقا معك؟ نعم. أحيانا تصادف في فترات العيش الطويلة العيش وما ينغص الألم أحيانا في هذه البلدان وهذا العيش، عندما تصادف مصادفة يعني بأنه آخر يشعرك بأنك غريبا. نعم. عد لي وطنك. نعم. فعندي نصوص منها من هذا النوع يعني كاتبها. نحب نسمع يا رب. يمكن ما جاهز الآن عندي ولكن أكون كلك شعر أستاذ. نعم. إن شاء الله كل قصائدك نحب أن نسمعها طبعا. نعم. سأقرأ لك نصا يعني يبتعد قليلا عن الموضوع. نعم. ولكن هو من طقوس العيش بعيدا عن الوطن. نعم. أقول أسميته لا بد لي، يعني لا بد لي من فعل ما، لا بد لي من فعل ما، إذ كيف لي أن أكون غير مكترث بهذه الشمس المهيبة وأنا أعوم كقارب ورقي فوق أشعتها الفضية الخارقة، وبهذه الريح الشفافة الناعسة وهي تلامس خصلات شعر رأسي، لا يمكن أن أدير ظهري لتلك العصافير الصغيرة وهي توقظني كل صباح بالأغاني والحكمة، وبهذا الليلك الملائكي يرسل لي عطره الأنثوي من دون رسائل. كيف لي أن أطيل لا أباليتي بكل هذه السماء المتجملة بالأزرق وهي تدعوني لعرس غيومها المخملي؟ لا بد لي أن أقول شيئا. أردت الجميل لهذا الملل بالطيبة وهو يعزف فوق شباك نافذتي يدعوني لصداقته، لا يمكنني ادعاء اللامبالاة. جميل أستاذ نجم. حقيقة
نتمنى أن يكون الوقت أطول، وبهذا سوف أكثر عليك الأسئلة بالقصائد كي نستفد منك ونستمتع بسماع قصائدك طبعا. وأيضا هناك تعليقات في الفيسبوك من الأخت نور الزهراء تقول موفقين، وأبو بتول يقول السلام عليكم وتحية طيبة لكما وللكادر الطيب، حاولنا الاتصال بكم فلا مجيب، أقول له المخرج تغير الوضع شوية حاليا. أستاذ حسين لا بأس إذا نأخذ اتصال كي لا يزعل أبو بتول. ألو أبو بتول تفضل. السلام عليكم. اتصال هاتفي قطع. أنا ألو السلام عليكم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم يا أهلا السلام. وسهلا. منو يعني إن شاء الله؟ أنا أم نرجس. يا أهلا وسهلا. أهلا من نرجس. تفضلي من نرجس. أستاذ أنا بالمباشر؟ نعم في المباشر نعم. طيب مساء الخير. مساء النور ومساكم الله بالخير والعافية إن شاء الله. أنا يؤسفني أن الضيف يعرف عن نفسه وهو بين أحشاء بلده وبين تراب وطنه. جميل. نعم. المعروف أن الذي يعرف عن نفسه هو الذي يكون في الغربة. صحيح. لا تحتاج إلى تعريف أستاذ نجم. هذه المقدمة تشفع لنا مداخلة أن إلقائك سريع، وهذا الإلقاء قد يقتل بعض الكلمات لعلها التي تكون حزينة يكون صداها أسرع، والفرحة يكون صداها قوي. أتمنى أن تخرج من هذا المأزق. غي جيدا ولك شبيه بالسرد، أسميها القصيدة الروائية. أتمنى أن تكون مداخلتي. شكرا لك ما الفرق